حضرتك محمد شرف المحامي. طيب ايه تفاصيل الواقعة مع المشروع؟ الواقعة والله كلها بتندرج ان المجني عليه محمد طنطاوي كان متغيب عن بيته حوالي زي 3 ايام. فوالده طبعا بطبيعه الحال ان احنا في قرى وكده كان بيسال عليه عند اصحابه وعند جيرانه وعند قرايبه، وبعد كده راح عمل بلاغ في مركز شبين القناطر في وحده المباحث، واتفاجئ تاني يوم من عمل محضر البلاغ ان المباحث بتكلمه بتقول له ان ابنك متواجد دلوقتي في مستشفى الخنكه. فطبعا توجه لمستشفى الخنكه، اتفاجئ بان ابنه موجود في حاله غيبوبه تامه وفي اصابات طبعا كدمات تكسير واثار تعذيب. وطبعا مباحث مركز شبين القناطر بلغته وقدرت ان هي توصل للجناه، وقدرت انها تعرف الجناه اللي عمله كده، وعرف ان هو ابنه كان مخطوف وكان محتجز وكان متعرض لتعذيب. طيب هي مدة الخطف قد ايه تقريبا؟ هي مدة الخطف كانت حوالي يعني تغيب حوالي زي 3 ايام من يوم السبت كده لحد يوم الاثنين. يعني المدة دي هو اللي كان فيها بيشوف ابنه فين، بيدور عليه، بيقول يمكن يجي النهارده يجي بكره، يمكن في حاجه مضايقاه. لكن اتفاجئ بعد 3 ايام ان ابنه ما جاش، فطبعا توجه لمباحث شبين القناطر وعمل محضر تغيب. اللي اتفاجئ بيه تاني يوم على طول بيتصلوا بيه مباحث شبين القناطر وبتبلغوا ان هو تم العثور على ابنه داخل مستشفى الخنكه ومصاب ولا يمكن استجوابه. طيب تم ضبط الجناه؟ طبعا عمل تحريات المباحث قدرت انها توصل للجناه في نفس اللحظه. يعني مجرد ما بلغوه بابنه موجود في المستشفى بلغوه ان تم عمل التحريات فوريه طبعا، وقدروا ان هم يوصلوا للجناه وتم القبض على الجناه جميعا. كم عددهم؟ الجناه حوالي زي 5 جناه. طيب كيف تم العثور عليه في المستشفى؟ يعني ايه اللي حصل؟ ايه كواليس الجزء والله ده؟ هي بالنسبه لكواليس العثور عليه او كواليس ان هم قدروا ازاي يعرفوا ابنهم في المستشفى، كل ده بيرجع الفضل فيها لوحده مباحث شبين القناطر، لان هم لما عملوا البلاغ اتفاجئوا بيهم تاني يوم بيتصلوا عليهم وبيقولوا لهم ان الولد متواجد في مستشفى الخنكه. فراحوا مستشفى الخنكه، طبعا هو ما يعرفش اي حاجه غير ان انا ابني متغيب بقاله 3 ايام، واتفاجئ لقى ابنه نايم في السرير بتاع الرعايه وفي غيبوبه تامه نهائي، وطبعا في اثار ضرب واثار تعذيب. فقدر بقى من خلال المباحث يقدر يعرف مكان ابنه. الاصابات ايه اللي موجوده يا فندم في والله هي الاصابات دلوقتي يعني الظاهريه اللي باينه عليه لما والده دخل له هو عرف ان في كسر في الجمجمه وفي اصابات ظاهريه على الجسم، وطبعا ده هنرجع فيها للتقارير الطبيه. تمام. هل كان في اي خلاف او في اي قصه مع اي حد محمد؟ لا 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 محمد طول عمره انسان شاب مسالم، ده موظف في شركه مياه الشرب، وراجل طول عمره في حاله، راجل ملتزم عنده يعني سنه 23 سنه 24 سنه، كان بيجهز شقته وكان بيستعد للخطوبه بس شاء القدر بقى ان هو يعني رب العزه بقى يعني. قيل ان محمد تم العثور عليه ملقى امام المستشفى، هل ده صحيح ولا في معلومه؟ والله يا فندم احنا بالنسبه لمعلوماتنا احنا كلها بتتوقف على المباحث. المباحث هي اللي بلغتنا ان هو متواجد في المستشفى، اما كيفيه العثور عليه او كيفيه مروح المستشفى دي بنرجع فيها للمباحث، لان المباحث هي اللي عارفه. احنا كل اللي بلغوا والده عليه وقالوا له ابنك متواجد في المستشفى. طيب الاجراءات القانونيه اللي مفترض ان هو يكون؟ والله هي بالنسبه للاجراءات القانونيه احنا امبارح بلغتنا المستشفى على المغرب بوفاه المجني عليه، وبلغونا بوفاه المجني عليه، وبناء عليه احنا جينا هنا توجهنا للسيد رئيس النيابه مشكورا، واللي طبعا واقف في الموضوع بانسانيه، وطبعا نقدر حاله والده ونقدر حاله اهليه المجني عليه، وهيتم ان شاء الله سؤال والده بعد ان شاء الله، بعدها ان شاء الله هيتم تشريح، وبعدها هنستلم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هيتم استخراج تصريح الوفاه. شكرا جزيلا لسيادتك. شكرا لله تحت امرك. عرفنا بنفسك يا محمد حاج. طنطاوي عمر محمد. طيب انت تقرب ايه للاستاذ محمد؟ والده. والد محمد. بيه امال ايه؟ محمد عنده كام سنه؟ عنده 23 24 سنه. طب ايه اللي حصل يا عم الحاج ده معاه؟ محمد شغال مع ابن عمه في ورشه نجار عندنا في الاحمر. فالساعه 1 بالليل يوم السبت، وموظف في شركه المياه للشرب والصرف الصحي بالقاهره،
فهو يشتغل بعد ما خلص شغل مع ابن عمه الساعه 1 بالليل، فرشه نجاره، راح يجيب اكل من طاحه، علبه كشري ويجي ما رجعش. يعني خرج يتعشى ما رجعش. يجي يتعشى ما رجعش يا بيه. من ساعتها وانا قعدت يجي 3 ايام ابحث عند زمايله، اصحابه، اهله، جيرانه، حبايبه، ما فيش حد دلنا خالص. فتوجهت الى مركز شرطه شبين قناطر عشان اعمل محضر تغيب لابني. ففوجئت اعمل المحضر، فقالوا لي هات 6 صور لك و6 صور له عشان نعمل محضر تغيب. فكان الساعه 1 بالليل يوم الحد بالليل. تاني يوم الصبح رايح اكمل استكمال المحضر واخد الصور معايا، وانا بكمل المحضر بلغوني شرطه شبين قناطر ان ابنك ملقى في مستشفى الخنكه ومصاب. فتوفى. ما كملتش المحضر، حضرتك كملت المحضر ورحت على فين؟ على مستشفى الخنكه. لقيت ابني في غيبوبه تامه في العنايه المركزه، مصاب في الدماغ، يعني مكسرين عظم دماغه، مكهرب في بطنه، على القلب فيه كوي بالمكوى، جروح، تعذيب في الظهر، تعويل بخدش بسجاير، طفي سجاير، عض في البطن، جميع الانواع اللي حضرتك يعني تتخيلها. تعذيب، انواع التعذيب اتعملت فيه. طب مقابل ايه؟ الله اعلم. ابني عمل ايه؟ الله اعلم. يعني مشكورا شركه مباحث شبين قناطر قامت بالعمل اللازم وجابت الجناه مفيش في خلال نص ساعه بعد ما انا رجعت لهم تاني من المستشفى. وابني قعد في المستشفى حوالي 4 ايام تانيين. نقلناه عنايه مركزه، ما كانش بيتنبه خالص، وكانت الحاله متاخره، والدكتور بتاع مستشفى الخنكه بلغني ان هو عنده نزيف حاد على المخ، 2 نزيف على المخ. التعوير اللي بره ممكن تطيب، بس النزيف ده مش واقف. طيب انت كلمته؟ لا يا بيه، لا، ده جثه ميته. يعني هو كان فاقد الوعي؟ لا يا بيه، فاقد الوعي من ساعه ما راح. ما قالكش اي معلومه ولا قال اي حاجه؟ حتى فتح عينيه عشان اشوف يمكن يتنبه. يعني قالوا احنا هندخله العمليه لما يتنبه، لما الضغط يترفع 3 4% او 7%، ما ترفعش غير 2% او 1%. قبل ما محمد يخرج ويتم التغيب كان بيعمل ايه في البيت معاك؟ يعني كان قاعد ايه اللي تم كواليس اليوم الاخير ده؟ كان ايه تفاصيل؟ كان جاي مع ابن عمه، كان نايم الظهر، بيصحى العصر يروح الورشه، يسهر مع ابن عمه لغايه الساعه 1 الساعه 12 بالليل، 1 2 بالليل. ده اللي تم كالاتي. مين اخر حد كلمه؟ اخر حد كان عمر ابن عمه. كان معاه. طيب محمد اتجوز يا عم الحاج؟ لا ده انا كنت بجهز له شقته، وجبنا والله لو جيت معاه دلوقتي الشقه لا تلاقي المول موجوده على الارض بتاعت الدهانات، وهو عامل الركنه، هو نجار موبيليا وفي حارس امن في شركه الميه، نجار موبيليا وباب وشباك وصناعي. فعاملين الركنه، وكنا هنستعد ان نخطب له، وجبنا المون عشان ندهن الشقه، عشان ايه؟ نخطب له بنت ناس ويكمل نص حياته، نص دين. طلباتك ايه يا عم الحاج؟ انا عايز حق ابني، ده اللي انا عايزه. انا مش عايز الجنان اللي هم مسكوهم ال5 اللي مسكوهم، او ايا كان في ايه تاني الله اعلم. انا عايز التحقيقات تتم ليه ما لا نهايه لغايه ما اخد حق ابني، ان ده وحيد مفيش غيره على البنتين، وفرحتي راحت. كان سندك في الدنيا طبعا. نبيه ما ايه؟ ولا حد غيره، انا حد غيره، واحد بس. ليه تعين في كده؟ ليه؟ ايه جنيبه؟ اخلي خلاف ايه على ايه؟ على اي حاجه ما معرفش ايه الخلاف بينه وبينهم، معرفش. كل الناس بتقول ان محمد طيب. هو طيب بيه وراجل محترم، وكان مؤدب، شاب طموح وعايز يعيش، وخدوم وجدع، واصحابه. طب اقول اعمل ايه؟ مش عارف. انا ابني عمل ايه؟ جنيته ايه؟ ايا كان اللي هو عمله ايه تؤدي الى الموت. كان في علاقه بينه وبين لا ابدا، ولا احنا في الاشكال دي اصلا. احنا ناس صناعيه بيه، مالناش في اللف والدوران ده. وراجل بيقول لك موظف شركه مياه الشرب والصرف الصحي في القاهره، وحارس امن، يعني راجل محترم، يعني راجل حارس امن، مش هزء يعني.
طيب اخر مكالمه او امنيه محمد كان بيتكلمك معاها يعني كانت ايه؟ لو أنت عشان نجهز تفتكر. الشقه ونتجوز واخطب بنت ناس وخد الكهربائي يفتح الفتحات اللي في السبوتات عشان الكهرباء النقاش يشتغل. ده كان امل، والركنه موجوده. لو كنت معايا دلوقتي حضرتك هوريك الركنه في البيت، هو فصلها، هو اللي عاملها. الشباكين ركبوا شباكين ونقص شباكين، هو صنايعي. حول ولا قوه الا بالله، لا اله الا الله. والله بكلمك بامانه. ربنا يصبرك يا عم. هو عمل ايه في الدنيا عشان يتعمل فيه كده؟ ان شاء الله حق. اداه تعذيب من جميع الاعذاب، اداه التعذيب اللي يتعذب بيها اي حد ما يتخيلهاش. لا، طافي سجاير، كو، ضرب على النافوخ، سقطوا نافوخه، عنده شرايين مقطعه في دماغه، كو بطنه، غز بالقطر، معلمين ضوافره، حاجات كتير يا بيه ما تعدش. جميع انواع العذاب اللي في الدنيا شافها. انا عايز حق ابني، انا مش عايز حاجه في الدنيا غير حق ابني.